أعزائي المشاهدين، معكم أحمد أبو العز من قناة بريدن بلو، والنهارده هنتكلم عن إزاي إن إحنا نخلي صورة أو كلام يتفاعل مع الصوت اللي شغال بحيث إن هو يعمل بوم بوم بام بام، أي حركة لذيذة كده. وفي نفس الوقت هنعرف إزاي إن إحنا نحط في الخلفية كده زي خط بيتفاعل برضه بيطلع أمواج وبتاع ويف مع الصوت اللي شغال. فالنتيجة النهائية للفيديو هتبقى بالشكل ده. تمام، بعد ما شفت النتيجة هتبقى عاملة ازاي يلا بينا مجرد نطول نبدأ الدرس بتاع النهارده. تمام، يلا بينا نبدأ الدرس. احنا معانا دلوقتي 3 ملفات، اللي هو صورة الشخص وصورة الباك جراوند وصورة والصوت اللي احنا هنشتغل عليه اللي هنخليه يتحرك معاه. تمام، فاحنا اول حاجة انا عايز اغير بس الشخص الانكر بوينت بتاعته بحيث ان هو يتحرك من هنا، يبقى ده مركز السنتر بتاعه مش من النص، ما يتحركش ما يكبرش يصغرش من النص. فهعمل كده ازاي؟ يا اما بضغط من اللوحة المفتاح على واي، يا اما من الاداة اللي فوق دي اللي هي بان بيهايند، فنضغط واي او نضغط هنا، نيجي عند الانكر بوينت نضغط مثلا عليها ونقوم ساحبينها بس كده لحد تحت. تمام، حلو قوي، دي المنطقه اللي انا عايز ان انا احرك منها. جميل، هعمل ايه بعد كده؟ هاجي على التراك اللي موجود عندنا، كليك يمين، وبعد كده هاجي على كي فريم اسيستنت وكونفرت اوديو تو كي فريمز. هيعمل لنا منها لاير جديده. اللاير دي المفروض ان هي لو فتحناها وفتحنا الافكت هنلاقي فيها الليفت شانل والرايت شانل والبوست شانلز. احنا مش عايزين الاثنين دول، تمام، فهنمسحهم لان هما بيشتغلوا مع الاغاني اللي هي بتنتقل من سماعه لسماعه تانية من اليمين للشمال، بس احنا كده الموسيقى اللي معانا اساسا بالفعل يعني عاديه فمش محتاجينهم. هنيجي في البوست شانلز دي نفتحها، هنلاقي كل دي كي فريمز، ان الافتر افكت حول الموسيقى اللي عندنا نفسها لكي فريمز عشان نقدر نتحكم فيها براحتنا. فهنفتح مثلا الصوره بتاعت البيرسون، هنضغط على الاس بس واحنا واقفين عليها كده مثلا عشان نفتح السكيل. تمام، واحنا عند السكيل هنا بتضغط على Alt، تخليك ضغط على Alt وتيجي ناحيه الايكون دي اللي هي بتاعت الساعه او الكلوك وات ايفر، المنبه ولا بتاع، تضغط عليها وانت ضاغط على Alt كده عشان تظهر لك بالشكل ده اللي هو الشكل الكود اللي احنا هنستعمله او هنعدل عليه. والشكل بتاع الحلزون ده برضو احنا اللي هنعمل بيه ايه. فاحنا هنسحب الحلزون ده، هنضغط عليه ونسحبه ونيجي على السلايدر. اوكي تمام، فلو انا ضغطت في اي حته دلوقتي هشوف المنظر عامل ازاي لو شغال. تمام، زي ما احنا كنا عايزين، بس هي الفكره ان هو بيكبر من مستوى صغير جدا، فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزينه بالليفل او السكيل نفسه ثابت يبقى اعلى من كده. فهنعمل ايه؟ هنيجي على الكود نغير فيه، نضغط بس نعمل زائد. تمام، وبعد كده البراكتس، وبنكتب في النص المقاس اللي احنا عايزينه يبقى ثابت عليه من الاكس والواي، اللي هو المقاس الاصلي ليه قبل ما احنا نغير اساسا في لما ندمج له يعني مع الصوت. فنعمل كده بان احنا مثلا هو كان تقريبا 60 و60 في السكيل. تمام، فنشوف كده هيبقى المنظر عامل ازاي لو جينا شغلنا. جميل، فاحنا زي ما احنا عملناها بالظبط دلوقتي ظبطت، بس برضه في نفس الوقت احنا مش عايزينه ياخد كل الترددات بتاعه الكي فريمز اللي هنا. تمام، لو احنا فتحنا من هنا هنلاقي الكي فريمز نفسها من سالب 500 ل 500، فهي فيها سوالب كتير، مثلا يعني هنا سالب 450 وبتوصل لحد 359. فاحنا مش عايزين القيم دي كلها تيجي عشان ما يلبسش معانا ما كده يعني صباح الفل. المهم، فماشي نقفل دي تاني. تمام، هنيجي هنا عند السلايدر وبتضغط Alt. تمام، وبرضه بتضغط عليها تاني فبيظهر لك الكود. فاحنا كل الموجود عندنا ده هنمسحه عشان نعمل حركة شكلها لذيذ ورايق شوية. فبنعمل ايه؟ بنكتب easy، اوكي، وبعد كده value، بعد كده الفاصلة منقوطة. احنا هندخل دلوقتي 4 قيم. تمام، اول قيمتين هما المدى بتاع الصوت اللي احنا عايزينه من والى، اللي هو ازاي يعني مثلا احنا عايزينه من سالب 10 بس مثلا. تمام، والقيمه اللي بعدها سالب، لا بلاش بالسالب، بالموجب هيبقى مثلا 50. تمام، بحيث ان احنا حددنا نطاق معين بس من الصوت هو اللي يعمل معاه الرياكتنج ده. تمام، ماشي، هنضيف بعدها حاجه تانية اللي هي من صفر لكام؟ من صفر ل 15، او بمعنى اصح الزياده اللي بتزيد ما بين المدى ده والمدى ده هي كام لكام. فاحنا عاوزينها هنا مثلا من صفر ل 15%. تمام، فنشوف كده المنظر هيبقى عامل ازاي.
تمام كده ما خرجش بره النافذه وما تعبناش معاه ولا اي حاجه، فصباح الفل يعني. تمام. فاحنا ممكن نعمل الحركه دي برضو عشان نأثر على اي حاجه تانية. حته الاوديو ده ممكن يعمل رياكت مع اي حاجه. فاحنا مثلا هنيجي هنا في الباك جراوند عايزين نزود لها حاجه زياده، فنيجي من الافكت راح فين الافكت اهو. تمام. هندور هنا مثلا على برايتنس. حلو كده، نسحبه مثلا هنا. تمام. بنيجي عند البرايتنس برضو من هنا وبنضغط Alt. تمام. وبنيجي نسحب البرايتنس، بس نفتح الاول هنا عشان نظهر السلايدر. بنسحبها وبنربطها برضو بالسلايدر. تمام. فلو جينا نشوف كده المنظر هيبقى عامل ازاي. هي المفروض ان في وهج بس مش باين قوي. طبعا التأثير هنا في القيمة اللي بتظهر هنا قليلة، فاحنا عاوزين نعلي القيمة اللي بتظهر لنا. هنعمل كده ازاي؟ هنيجي في الاخر هنا ونعمل في 5 مثلا، ان احنا بنضرب القيمة اللي بتطلع من هنا في 5 عشان يعلي اعلى من كده. فهتبقى عاملة ازاي؟ هيبقى بالمنظر ده. تمام. ممكن برضو نزود عليها gradient، ممكن نزود اي حاجة انتوا عايزينها عشان تظهر برضو بالشكل اللي انتوا عايزينه في الاخر. فاحنا عايزين عشان ما نطولش في الفيديو هنزود عليها الويف فريم الويف اللي شغاله تحت اللي هي بتاعه الموسيقى. فدي نعملها ازاي؟ ببساطه جدا، هنيجي هنا الاول هنعمل كليك يمين في النافذه هنا، وبعد كده نيو، بعد كده سوليد. بعد ما عملنا سوليد مثلا هنختار له اي اسم، نسمي مثلا هنا الويف لاين مثلا، اي اسم عشان يميزه بس، واللون زي ما احنا عاوزين مش هيفرق معانا دلوقتي. بعد كده نقول له اوكي. تمام. بعد ما عملنا كده بنيجي هنا نعمل من effect generate، ومن generate generate audio spectrum. تمام. فعمل لنا الخط ده. تمام. المفروض هو مفيش اي حاجه دلوقتي فيه يعني ما بيتحركش. فالفكره عشان احنا المفروض بنيجي من هنا من الاول من الاوديو لاير بنغيرها مثلا للتراك عشان يعمل عليه هو الشغل بتاعه. تمام. فاحنا ممكن نقعد نلعب تويكنج هنا في الحاجات دي عشان نطلعها مثلا بالشكل اللي احنا عايزينه. انا مثلا عاوز اخلي بدل ما هو لونها بامبي كده او بينك يبقى لونها ازرق مثلا. تمام. فنغير القيمتين دول مثلا واوكي. تمام. عندنا مثلا الستارت فريكونسي، لا هنبدا مثلا من الاول من الستارت بوينت. الستارت بوينت دي المفروض انا عاوز ان انا اعمل ايه، هجيبها من هنا. تمام. حلو كده لحد هنا. جميل. عايزين نطلع بس الاول هنا في الاول عشان هوريكم حاجه، ان احنا نغير بس من السلايد A وسايد A وB دي لسايد A بس عشان يبقى شغال على الجزء الفوقاني بس. تمام. هننزلها زي ما كانت تحت تاني. حلو. انتوا بقى حركات براحتكم يعني او من السكيل من الترانسفورم العادي. المهم هنجيبها وننزلها تحت الصوره بتاعت البيرسون، وبعد كده نغير في الاعدادات على السريع. مثلا ممكن نخلي ان هو يبدا من مثلا اي قيمه انتوا عايزينها. انا مثلا ممكن اخليها من 3000 ل 5000. تمام. اوكي. وممكن اخلي البنز اللي هي عدد الخطوط الموجوده مثلا بدل ما هي قليله كده اخليها مثلا 200. تمام. وعندي ممكن ان انا اخلي الماكسيموم هاي عندي ممكن اخليه 5000 مثلا. دي قيم ترجع لكم انتوا اللي تلعبوا فيها براحتكم عشان تطلعوا الشكل في النهائي زي ما انتوا عايزين. تمام. فالعب براحتك زي ما انت عايز وطلع في الاخر الشكل اللي انت عايزه. ممكن دي نخليها مثلا 150 مثلا. تمام. حلو كده. فاحنا لو سيبناها على المنظر ده زي ما هي تمام وشغلنا هنبقى المنظر عامل ازاي. تمام. هو الريندر طبعا عندي في الضياع، فخليها كورتر حتى. بس كده نكون احنا نفذنا اللي احنا كنا عايزين نعمله. وانت بس بتزود من عندك شوية حاجات زيادة بقى وتحرك الاماكن وتحط عناصر وتكستشر زي ما انت عايز عشان تطلع النتيجة النهائية بالشكل اللي انت عايزه وعجبك انت. وبس كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. تمام. كده نكون خلصنا الدرس بتاع النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وشير والكلام الحلو ده، وسيبوا لي كومنت للحاجة اللي انتوا عايزين تشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. رأيكم منها ما تكسلوش. يلا تشاو.